ميه التكييف هي احسن ميه تحطها لرادياتير العربيه، غير كده ما تحطش. طبعا مفيش حاجه اسمها كده، اللي انا قلته ده غلط تماما. العربيه الاجزاء الداخليه بتاعتها اللي بيخش فيها سائل التبريد، وهنتكلم عنه بالتفصيل، من الحديد بيتفاعل زي اي نوع حديد تاني، بيتفاعل مع الميه عادي جدا وبيصدي. فانت لما بتحط ميه حنفيه او اي ميه غير معده للتبريد، فانت كده بتضر اجزاء العربيه الداخليه، لان هي بتصدي وبتتسد وعربيتك بتتلف مع الوقت وانت مش عارف. الصدى بياكل في الاجزاء اللي بيمشي فيها سائل التبريد جوه الموتور، وانت مع الوقت مش حاسس، وتشتكي وتقول العربيه بتسخن ليه، انا ليه بقابل مشكله في الرادياتير، انا ليه دوره التبريد عندي مسدوده، انا ليه امبير الحراره عندي بيعلى، انا ليه لمبه الحراره عندي بتنور، انا ليه بلاقي ان المؤشر بتاع العربيه بتاع الحراره مش في مكانه الطبيعي في نفس موديل عربيتي. كل دي اسئله اجابتها سائل التبريد، ان انت حاطط ميه حنفيه. يا عم اشرف، عمل الدوره يا عمنا. يابا رد عليا يابا، بالله عليك ركز، اصحالي. انت ليه ما بيحللكش ان انت تجيلي غير في الوقت اللي انا بقعد فيه مع نفسي، بختلي بذاتي، بعمل مديتيشن، بعمل يوجا؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش عايز حاجه، انت قلت لي هعمل دوره، انت ما عملتش دوره الميه. عملتها. انت ايه اللي طب انت جايبه ده؟ الميه اهي. انت جايب شويه صغيرين عشان العربيه صغيره؟ ايه يا عم؟ مين قال لك ان انا احط الميه دي؟ ما هي دي يا اسطى الميه بتاعت العربيه. انت بتفهم عني؟ انا هقلق على عفريت. لا 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 لا، طب ايه؟ طب اعمل ايه؟ وانا هسوق مكانك. ما هي دي الميه، ما دي الميه الخضراء. وانت خليك فني، انت فني. دي بدعه، هي دي الميه الخضراء اللي انت منزل من العربيه ميه خضراء صح؟ دي بدع وضلالات. انا كده بقاضل لك، بغشك، اضحك عليك. طب اعمل ايه؟ اخد منك فلوس واضحك عليك، اغشك. تعمدت ان العربيه اللي تبقى معايا النهارده ما يبقاش فيها امبير حراره، عشان اوجهك واقول لك ان فعلا في مشكله، انت في خطر لو انت ما عندكش امبير حراره في عربيتك، ان انت مش عارف العربيه سخنت او لا. فانت هتتصدم، تتفاجئ تلاقي لمبه الحراره نورت، ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، العربيه تسخن، تجيب المكنه تطحن، الزيت يخش على الميه، الدنيا تبوظ. ما هي دي احسن ميه في السوق، هم قالوا لي كده. طب احسن ميه الحنفيه. تاخد مني ميه التكييف. عندك تكييف في البيت؟ عندي. ده مش منظر قاعد عند تكييف والله عندي عندك تكييف حلو. هتقف تحت التكييف، تملى ازازه من الميه اللي نازله من التكييف، تديها للعربيه وما تديهالهاش فجاه. نونو بق 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 بق. هتقف تحت التكييف، لا عشان دي خطوات ومقادير ومعايير والموضوع مش سهل. تقف تحت التكييف تملى دي، لازم باللون ده البرتقاني عشان ده حمضي. الاخضر اللي انت كان في العربيه حمضي، الله برتقاني ايه؟ قلوي. حلو. الحمضي مع القلوي يعني يظبط لك الدنيا، يفور لك بقى المكنه. يفور لك يعني القاذورات اللي في المكنه. بعد ما تملى دي، هتملى منها دي الصغيره دي، وتدي للرادياتير. طبعا العربيه في السن ده ما ينفعش افاجئها، نونو كده. انت لذيذ جدا يا ريس. وتستنى عليها شويه، تعمل لها كده. ليه؟ تكرقها. وبعدين تروح مديها مالي ده تاني، وتكرر العمليه دي كذا مره، وتنزل الميه اللي فيها وتعيدها تاني. يعني انت وقف حياتك. ثواني بس يا ريس، هو انت كنت بتعمل ايه؟ ما انت كنت بتفضي الميه عشان نحط ميه جديده. دلوقتي كنت واقف بعمل ايه؟ انا كنت مختلي بنفسي، انا مختلي بذاتي، انا عندي مشاكل، انا تعبان، في حاجات معايا، ناس بكلم. انت عايز تسمع مني؟ الميه الخضراء مش حلوه لعربيتك. ميه الحنفيه، انا كلامك مش جاي معايا. ميه التكييف اغليها، اديها ميه معدنيه. انا كلامك مش جاي معايا يا ريس. انت شوف حد تاني يشتغل، انا مش هشتغل في العربيه. نتكلم بقى شوية عن سائل التبريد، وتعرف منين السائل الجيد من السائل الغير جيد، ولو عايز تختبره بنفسك تختبره ازاي، وبيشتغل ازاي، وبيعمل ايه. هقول لك كل حاجة في الفيديو ده. في انواع كتير في السوق، اياك والانواع مجهولة المصدر. ليه؟ المية زي اي حاجة للعربية، زي اي حاجة عموما، بتتضرب سهل جدا. بيجيب مية حنفية عادي ويخلطها بلون، يحط معاها لون اخضر او لون احمر، تبقى مية خضراء او تبقى مية حمراء. عايز تجيب مية حلوة لعربيتك، اختار اسم كبير وهاته من المنفذ بتاعه، لان ممكن يكون اسم كبير برضه بس انت جايبه من مكان مش موثوق فيه، فبرضه يكون مضروب. تروح تجيبه من مكان من منفذ بيعه. البنزينه، انا عن نفسي في انواع كتير في السوق، توتال، في مصر البترول، في موبل. انا عن نفسي مثلا برتاح للموبل وشايف ان تركيزه مظبوط. في انواع تانية كتير برضه حلوه وتركيزها مظبوط، بس ثانيه برتاح لده وبلاقيه اكتر حاجه. في انواع كتير ممكن ما بلاقيهاش مثلا، بس موبل لما بعوزه بخش البنزينه اجيبه الاقيه. لو انت عايز تختبر الميه بنفسك تقدر تعمل كده، هقول لك ازاي. هتجيب شويه من الميه سائل التبريد ده، هتحطه في ازازه وتحطه في الفريزر. لو اتجمد يبقى مغشوش، لو ما اتجمدش يبقى حلو. طيب هتقول لي اتجمد وما اتجمدش، طب الحكايه دي معموله ليه؟ الميه الخضراء دي على فكره ما بتتحطش في مصر بس، او ما بتتحطش عشان
تبرد بس، لا دي بتتحط كمان في الدول شديده البروده، يعني الدول اللي هي مثلا بيبقى فيها تلج كتير جدا بنحط لها برضو ميه خضراء. ليه؟ لان هي ما بتتفاعلش مع الجو الخارجي، لا بتسخن جدا وتتحول تتاكسد وتوصل لدرجه حراره عاليه جدا وتغلي، ولا بتروح تتجمد. طيب هتقول لي طب سائل التبريد ايه لازمته في بلد مثلا جليد؟ سائل التبريد لازمته في بلد جليد ان انا لما يجي يدور ما يلاقيش الميه جوه دوره الميه متجمده. ما لو دور لها الميه متجمده ما برضه العربيه هتبوظ، هيبقى كده مفيش ميه. فالميه دي لازم تفضل سايله حتى في درجه صفر او تحت الصفر، برضه الميه دي تفضل سايله. فتختبرها بنفسك، تجيبها تحط منها شويه في الفريزر وتشوف اتجمدت يبقى الميه دي مضروبه مش صح، يبقى دي الميه دي ميه حنفيه عادي. ما اتجمدتش وقدرت تحافظ على ظروفها وهي في السقع او في الفريزر، يبقى هي دي ميه فعلا كويسه وتقدر تواكب درجات الحراره العاليه والمنخفضه، لان انت في درجه الحراره العاليه محتاج سائل تبريد، في درجه الحراره المنخفضه برضه محتاج سائل تبريد. طيب هتيجي تبص على الميه برضو قبل الاختبار بتاع الفريزر. بص هتنزل الميه، هتحس ان الميه نفسها ده لونها مش ميه متلونه، يعني الميه شفافه. بص كده وهي بتنزل، بص الميه شفافه بس فيها لون، على عكس الميه المضروبه بتلاقيها مش شفافه، غير منفذه للضوء. يعني احنا لو جينا في نور الشمس ونزلناها هتلاقيها بتعدي نور الشمس عادي وشفافه، على عكس التانية اللي بتبقى قاتمه لونها اخضر قاتم والميه ما بتعديش الضوء مش شفافه. فده اول حاجه تعرف منها الميه مضروبه ولا مش مضروبه. تاني حاجه الاختبار اللي انا قلت لك عليه. هتيجي تقول لي مثلا انا عايز اوفر ومعيش فلوس ومعيش ميزانيه ان انا اجيب ميه خضراء فهحط ميه من الحنفيه. الفلوس اللي انت هتوفرها ومش هتجيب بيها ميه خضراء وتحط بيها ميه حنفيه هتدفعها في صيانه عربيتك، وهتدفع قدامها اكتر، هتدفعها اضعاف مضاعفه. هتبخل على العربيه وتديها ميه حنفيه، هتلاقي ترموستات الكوعه اول حاجه هتبوظ، هتلاقي ترمبه الميه باظت، هتلاقي شجره الميه لمت صدى، هتلاقي الراديتير نفسه من جوه صدى. فاللي انت وفرته وما جبتش بيه ميه خضراء هتدفعه في صيانه عربيتك، بل ممكن تضحي بالمكنه كلها. مكنه تسخن انت مش عارف، تجيب وش سلندر تعمرها، تخش بقى في قصه عمر وغير مكنه. طب ما انا ليه؟ ما انا ادوس على نفسي شويه واجيب سائل تبريد معد عربيتي واشوف كتالوج عربيتي بيقول لي حط تركيز كام، حط ميه لونها ايه، لان العربيه بيختلف من عربيه للتانيه في اللون والتركيز، وامشي مع كتالوج عربيتي واحط ميه خضراء واغيرها في ميعادها الدوري، وكده انا بحافظ على عربيتي وبصونها. على عكس ما انا اوفر فلوس الميه الخضراء واقول انا هوفر فلوس ميه خضراء ومش هحط ميه حنفيه واضحي بالموتور. اقول لك على حاجه محدش هيقولها لك، بتفهم ميه، دارس ميه، واخد كورسات ميه. الميه بتاعت الحنفيه دي ميه ميته، اديها ميه حيه، ميه زير. عندك قله ما تجيب لها قله يا عم، اديها ميه صحيه. انت مش مهم، اهم حاجه العربيه. يعني الميه الخضراء مش ميه معانا؟ زير، الميه الخضراء زير، وما يكونش اسواني، يكون طمي حقيقي، طين، يكون مسامه واسعه، الميه بتتنفس، ميه حيه. تلاقي العربيه معاك على الطريق بتطير ليه؟ مديها ميه حلوه، ميه زير، ميه نقيه مش ميه ميته. يعني مش الفلاتر هي اللي بتعمل لا كده؟ لا انت لو حطيت، لا مش الفلاتر، لو حطيت الميه اللي انا بقول لك عليها دي، العربيه دي كام سي سي؟ 1300 1100 هتبقى 2000 سي سي بعد الميه اللي انت تحطها، لان المكنه هتتفاجئ ايه ده مديني ميه صاحيه، الميه حيه جوه المكنه، هتلاقي المكنه بتطير، لكن ده مش حلو. دورة الميه او دورة التبريد عندك مكوناتها ايه؟ القربة، الرادياتير، شجره الميه، ترموستات الكوع. كويس ان احنا اتكلمنا عن ترموستات الكوع، لان ميكانيكيه كتير جدا بينصحوا ويقول لك الغي ترموستات الكوع، ملهاش لازمه، غلط كبير جدا. اياك تلغي ترموستات الكوع. ترموستات الكوع دي هي المسؤوله الاولى والاخيره عن عمليه تبريد عربيتك. امتى افتح، امتى اقفل، امتى ادخل ميه بمقدار قد ايه، امتى ما ادخلش، امتى هي عقل متحكم في تبريد الموتور. فاياك تلغي ترموستات الكوع. انت لما بتجيب ميه من الحنفيه وبتمشي في المسارات اللي انا لسه قايلها لك دي كلها، بتعدي على اكتر من جزء حديد بيتفاعل معاه، بيصدي، يتلف كده الموتور عندك من جوه، فيه مش مشكله، فيه كارثه. ترمبه الميه بتبوظ وبتصدي وبتتلف برضو لما تتعامل مع ميه حنفيه. ميه الحنفيه فيها معادن، فيها حاجات كتير جدا بتتفاعل مع الاجزاء الداخليه. فترمبه الميه مثلا في العربيه دي لسه اتغيرت مرتين، مره وبنحط ميه حنفيه، ومره بنحط ميه سائل تبريد مخصص، ميه خضراء. لما غيرناها واحنا بنحط ميه حنفيه من جوه تلفه تماما، شبه سايحه على بعض، مصديه، وفيها اجزاء مش موجوده اصلا، لانها اجزاء حديد ساحت من ميه الحنفيه. على عكس لما فتحنا عملنا تشيك عليها واحنا بنحط ميه خضراء جديده، زيرو، نظيفه، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش شوائب، ما فيهاش صدى. نصيحه اخيره، فعلا ما تحطش غير سائل تبريد حلو لعربيتك.
العربيه دي ايه؟ ايه يا اسطى؟ ما كيا. كيا؟ مش ده هينداي دي على فكره. كيا والله. كيا مش مرسيدس، مش بي، مش اللي هي البي، مرسيدس البي. انت لاغي الترموستات؟ لاغي الترموستات الكوعه ولا هي ملغيه؟ اوروبي العربيه دي ولا شرق اوسطي؟ انا مش فاهم يا اسطى. يعني العربيه دي اوروبي ولا شرق اوسط؟ اصدار ايه؟ عربيه كوري يا اسطى عادي. لا دي مش كوري، الاصدار ده مش كوري، الاصدار ده الاوروبي النادر، انت ما تفهمش. وبعدين العربيه دي لونها ايه؟ ارمي بعينك معايا، خليه انا بديك كورس. لونها اسود. لونها اسود، حلو. الاسود بيعمل ايه مع الشمس؟ ها؟ انا بص اتكلم انت. سخن العربيه يعني يسخنها اهو. انت ولا فاهم حاجه في الدنيا ولا قابله وقلتها. انا بقى ما بالك بقى بالفني اللي فاهم. الاسود بيلم شمس، ما ينفعكش ميه خضراء ولا ميه معدنيه. انت امشي بيها 3 ايام من غير ميه. ليه بقى؟ شرسها. اما تمشي بيها من غير ميه 3 ايام تجيب موتور. لا هتشرس. بعد كده اما تديها اي نوع ميه تشتغل معاك حلو. خد مفاتيحك اهي وكبوتك اهو، وريليك عندي حاجه وريليك عندك حاجه. حاسبني بس عشان امشي. المره الجايه بقى. بقول لك حاسبني. المره الجايه حاسبك باذن الله. صدق ان انت طلعت زبون بقى بامانه، ولا انت حلو ولا حاجه. جز بقى يلا امشي. انا اشرف عطيه بقدم محتوى جديد عن العربيات. لو عايز تحافظ على عربيتك وما تروحش الميكانيكي كتير، فعل الجرس وشوف الفيديوهات اول باول. سلام.